مدينتان أفريقيتان على الشاطئ المقابل لأوروبا تقعان في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط. رغم ارتباطهما جغرافيا بأفريقيا والمغرب، إلا أنهما تخضعان للسيادة الإسبانية وتتمتعان بحكم ذاتي. فكيف أصبحت سبتة ومليليا مدنا إسبانية رغم التاريخ والجغرافيا المغربيين؟ حضارات وقوى إمبراطورية تعاقبت على المدينتين. سبتة الواقعة أقصى شمال المغرب يحيط بها البحر من 3 جهات، ويقابلها في الضفة الأخرى مضيق جبل طارق. تشير الاكتشافات هناك إلى وجود آثار إنسانية تعود لآلاف السنين. كانت مركزاً تجارياً حيوياً منذ القدم، بنيت على أنقاض مستعمرة فينيقية، والأسطورة تدعي أنها أحد أعمدة هرقل. وقعت تحت سيطرة القرطاجيين، ثم ضمتها الإمبراطورية الرومانية، واستقل بحكمها الكونت جوليان الذي انقلب على حلفائه السابقين بسبب خلافات شخصية، وتحالف مع المسلمين لتكون منطلقا للوصول إلى الأندلس بقيادة طارق بن زياد. وبدأ من يومها عهد جديد في المدينة وشقيقتها مليليا، ذات المساحة الصغيرة الواقعة شمال المملكة مقابل سواحل غرناطة وألميرية. تشكل امتدادا لمنطقة الريف المغربي. اسم المدينة له أصل أمازيغي مشتق من كلمة تمليلت التي تعني الأبيض، نسبة إلى لون الحجر المنتشر على أرضها. تاريخها يشبه تاريخ سبتة. بعد انطلاق ما يسمى حروب الاسترداد، سقط حكم المسلمين في الأندلس، وسيطر البرتغاليون على سبتة والإسبان على مليليا. تنازلت البرتغال عن سبتة بمقتضى معاهدة لشبونة لتنتقل للتاج الإسباني أسوة بمليليا، ومن يومها أصبحت إسبانيا تؤكد سيادتها على المدينتين. لكن السلاطين المغاربة لم يعترفوا بالأمر الواقع، مؤكدين أن المدينتين جزء من التراب المغربي، ولم تتوقف محاولات استعادتهما. أبرز ذلك محاصرة السلطان مولاي إسماعيل وقواته المدينتين، ثم سعي السلطان سيدي محمد بن عبد الله لسنوات دخول مدينة مليليا دون نتيجة تذكر. قائد ثورة الريف كان في وضع عسكري يسمح له بدخول مدينة مليليا، ولكنه أحجم عن ذلك. ومن داخل المدينتين قاد السكان المسلمون عدة احتجاجات على السلطات الإسبانية. استمر الوضع القائم حتى استقلال المغرب عن كل من فرنسا وإسبانيا، وحينها طالبت المملكة باستعادة مدينتي سبتة ومليليا، إضافة إلى جزر صغيرة قبالة سواحلها، واعتبرتها جميعا مناطق محتلة. وأكدت في عدد من المناسبات عدم تخليها عن مطلبها. أما الأمم المتحدة فلم تسجل سبتة ومليليا ضمن لائحتها المعنية بإنهاء الاستعمار، وتصفهما أنهما تابعتان للنفوذ الإسباني. التوتر بين الدولتين يزيد أحيانا ويهدأ أحيانا أخرى. بعد زيارة قادها الملك الإسباني السابق إلى المدينتين، اندلعت احتجاجات منددة بالواقعة بلغ مداها العاصمة مدريد. السلطات الإسبانية ترفض فتح الملف بمفاوضات أو حوار مع الجانب المغربي، وشرعت تدريجيا في عزل المدينتين عن الجغرافيا المغربية بسياج مشدد الحماية لتأمين حدودها في وجه المهاجرين الراغبين في الوصول إلى البر الأوروبي عبر المغرب. لكن ذلك لم يمنع عمليات تهريب البضائع بشكل كبير لسنوات بين الجانبين. كما تواجه إسبانيا اتهامات بالتمييز والتضييق على سكان المدينتين من المسلمين. وخلف متاهات السياسة يعيش في المدينتين على نفس الأرض مسلمون يشبهون جيرانهم المغاربة في عاداتهم وتقاليدهم. كلنا بنعرف إسبانيا وين موجودة، هون بهاي الأرض في أوروبا، وهي إسبانيا الأم، ولكن الأم عندها أولاد كثير حول العالم. إسبانيا محتلة مناطق وجزر كثير لسه بالعالم وفي عام 2021 زي فرنسا وبريطانيا، ولكن أهم وأغرب مدينتين مخذيتهم موجودين هون بالمغرب. هاي المدن موجودة بالمغرب، ولما تعدي حدودهم تعتبر أنت في الاتحاد الأوروبي. يعني معظم الناس في أفريقيا بيجوا هون لحتى يهاجروا على أوروبا عن طريق هذول المدينتين. بس كمان بنفس الوقت فيها أقوى وأغرب حدود بالعالم، حدود من المغرب في المغرب ومهاجرين من المغرب إلى المغرب. سبتة مرتبطة بالمغرب. طيب ليش إسبانيا موجودة بالمغرب؟ هاي المغرب. وليش معظم أفريقيا بتحاول تعبر هاي الحدود؟
خلينا نرجع بالزمن شوي. مبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، لكن للأرض منطقها الذي لا يقاوم، فسبتة مرتبطة بالمغرب. يوم الاستقلال. Avec la marche verte, Hassan II espère gagner. بس المغرب ما عندها استقلال واحد، في اثنين. شوفوا أيام ما انتهى حكم المسلمين بالأندلس زمان، كانت بلاد المغرب ما هي جنب الأندلس كان فيها مشاكل وصراعات اللي خلت إنه البرتغاليين يتجاوزوا البحر وهم جنبهم ويدخلوا عليها بعام 1415. استولوا على مدينة سبتة، بعدين الإسبان استولوا على مليليا عام 1497. وهيك بعد فترة طويلة من الزمن المغرب يعني صارت بين إسبانيا وفرنسا. إسبانيا أخذت الجزء الأعلى ومع الصحراء المغربية تحت، وبالنص فرنسا، مع أنه إحنا كلنا بنعرف أنه المغاربة بيحكوا فرنسي، ولكن شمال المغرب والصحراء بيحكوا بالإسباني لأنهم كانت محتلة من الإسبان. وهيك استمرت من عام 1912 وهو تاريخ بداية الوصاية بسموه وعهد الحماية إلى عام 1956 عام الاستقلال. بس شمال المغرب والصحراء المغربية تحت ظلت مع الإسبان حتى عام 1973. هذا التاريخ مهم، تمام؟ تذكروا، احكوا له أي واحد مغربي ويحكوا له هذا التاريخ راح يقول لك على طول مباشرة المسيرة الخضراء. هاي المسيرة طلعت هيك على التلفزيون، كملك البلاد طلع الملك حسن الثاني وحكى علينا أن نقوم بمسيرة خضراء، روحوا خذوا أراضيكم من تحت من الجنوب، من شمال المغرب إلى جنوبه. راحوا كلهم. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد. مشهد هذا العجيب، كل رايح تخيل مرة واحدة. خرجي أسبانيا وخرجي وخلي المحل لولادو والأهلو والسكان. رجعوا أراضيهم وطلعوا الإسبان من الجنوب. وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. عام 1973 وبعدين أخذوا كل الشمال كمان، المناطق الريفية، إلا هدول المدينتين ضلوا سبتة ومليلة. المدرسة بيحكوا المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر. 6 نوفمبر is like something really huge in Morocco. طلعوا كل الإسبان، ولكن لازم مدينتين ضلوا لأنهم خايفين إنه نرجع، لأن هذول مدينتين منطقة حساسة، نرجع ناخذ الأندلس مرة ثانية. قرن 16 لما الملكة الإسبانية أو الملكة إليزابيث حكت أنه لازم يكون نفوذ أوروبي في الأراضي الأفريقية حتى لا يتمكن المسلمون أبدا من العودة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. هذول المدينتين إلى وقتنا حالي معظم أفريقيا بتيجي على المغرب، والمغاربة نفسهم أحيانا بيقطعوا عشان يدخلوا هون، عشان يدخلوا على أوروبا. هذا المنفذ تبعهم. فالسياج الفاصل بين المدينة والمغرب يجعل الداخل إليها ليس كالخارج منها. بس الإسبان وأوروبا ما راح يخلوا المدينتين هذول بسهولة تقدر تعبرها. هاي فيها أصعب وأقوى حدود في العالم. أوروبا يعني ما قلت كيف بده يخلوا الحدود تبعتها. شوفوا هاي هي الحدود، تخيلوا كيف عاملينها. صعب جدا حدا يعبر، في كثير سياج، يعني في كثير مراحل عشان تقدر توصل. And cameras and sensors to detect any movement before people reach the fence. في ناس بيجوا من البحر بيقطعوا مئات الأمتار سباحة، بتقطع جلودهم وهم بنطوا فوق الأسلاك الشائكة حتى يتجاوزوا هاي الأسوار العالية. The event has caused a diplomatic row between the two countries. حتى يوصلوا للاتحاد الأوروبي. With Africa. مدينة ماليليا الإفريقية. يقول لك هاي قصة المجد السليب ودورة التاريخ وتداول الأيام وتقلبها، إنه مدن مثل سبتة ومليلة في المغرب محتلة من إسبانيا. مليليا المحاصرة بين البحر والسياج الفاصل. عشان تعرفوا هذا المضيق قديش هو مهم وليش كل الدول قاعدة تعاند عشانه. إسبانيا هون والمغرب هون، ومش بس إسبانيا، في كمان بريطانيا. بريطانيا داخل إسبانيا. هذا جبل طارق وهذا الممر
الحيوي الضيق هو بربط ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ومن المفارقات تنازلت عنها إسبانيا وبالقوة، رسميا وبالقوة يعني تنازلت عنها، أخذتها بريطانيا بالقوة. ليش؟ لأنه هذا المضيق واحد من أهم المعابر في العالم، زي قناة السويس، بمروا من قناة السويس بعدين بمروا من المضيق